السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الدخلة دي يا جماعة؟ طبعا الكتكوت ده خلاص كده، ده مش محتاج عربية اسعاف، ده محتاج دفن على كده خلاص كده. الفيديو ده بقى مهم جدا جدا لكل الناس اللي بتسأل. انا يعني بحاول ان انا اظبط الفراخ وبعمل كل اللي عليا وبأكل وبشرب وبطلع الفراخ 3 4 مرات ومش عارف ايه، ومع ذلك الفراخ مش بتظبط معايا. اكيد انت بتعمل غلطة من الغلطات اللي هنشوفها. ده هنتكلم النهاردة عن الاخطاء الشائعة اللي الناس كلها بتقع فيها في استقبال الفراخ في اول 10 ايام. اهم حاجة في عمر الفراخ اول 10 ايام. انت لو استقبلت الكتكوت بتاعك كويس اول 10 ايام بالتأكيد مش هيحصل له اي مشكلة. بعد كده هيرمي معاك وزن كويس جدا. مش هيقرفك، يعني هتلاقي الفرخ ماشي معاك تمام، حيوية حلوة ومناعة حلوة، وفي نفس الوقت بيديك وزن. فال10 أيام الأولانيين في عمر الفرخ هم كل حاجة. الفرخ بتاعك لو جاب على ال10 أيام متوسط 250 300 جرام زي ما احنا وزننا قبل كده وشفته في الاستقبال بتاعنا، يبقى كده الفرخ هيرمي معاك وزن كويس إن شاء الله. في نفس الوقت مش هيقرفك في المشاكل، اللي هو صحته كويسة تمام. زي ما انتوا شايفين الفيديو قدامكم ده، دي مزرعة اهي. اتكلمنا احنا قبل كده الاستقبال بتاعنا عشان يبقى مظبوط هنعمل ايه. لازم الفرشة بتاعتنا تكون 5 سنتي، الدفا بتاعنا يكون متظبط، بنستقبل على 33 والأسبوع التاني بيبقى 30. الإضاءة بتاعتنا لازم تكون عالية عشان الفرخ يشوف السقايات والعلافات ويسحب معانا في الأكل كويس. تمام. كل ده زي ما انت شايف في الفيديو. بص الفراخ عاملة ازاي، بتتحرك ازاي، بتنتشر ازاي. الفراخ بتجري وبتلعب، مفيش عندك اي مشكلة، الحيوية كويسة. طبعا الأوزان هتبقى معاك كويسة، فالدنيا معاك تمام ما شاء الله يعني. طب أنا إيه بقى المشاكل اللي بتحصل عندي؟ أنا لا، عندي الفراخ ما بتبقاش كده. احنا قلنا قبل كده عشان يبقى معايا فرخ كويس إن شاء الله، لازم عندي 3 حاجات أساسيين: العلف بتاعه يكون كويس، والكتكوت نفسه كويس، والمتابعة. المتابعة دي بقى دي متوقفة عليا، أنا اللي بربي، متوقفة عليا. لازم أكون عارف الفرخ اللي قدامي ده جو حلو، فرشته متظبطة، ألاقي الفرشة عرقت مني، الكلام ده كله أخد بالي منه. الإضاءة بتاعته لازم تكون متظبطة، بدخل وأقعد في وسط الفراخ شوية أحس بالدفى بتاعها. قلت قبل كده لو أنا حاسس إن الدفى اللي أنا قاعد فيه متظبط وأنا قاعد مش متضايق، يبقى كده الفرخ قاعد في مكان كويس. لو أنا قاعد متضايق من المكان، سقعان شوية أو حاسس إن الدنيا زمتة أو كاتمة شوية، يبقى كده الفرخ برضه حاسس بنفس اللي أنت حاسس بيه. تمام. طبعا المشاكل ديت انتوا هتشوفوها دلوقتي ايه. اول حاجه هنتكلم عليها مشاكل الفرش. الفيديو ده قدامكم انتوا شايفين اهو، الفرشه مش كويسه خالص، الفرشه مش نظيفه، خفيفه وفي نفس الوقت مش نظيفه. وبعدين الجير، لو في ناس بتفرش جير، الجير بيتفرش قبل ما الفرشه بتيجي. لو حابب تفرش جير يعني بتفرش قبل ما الفرشه بتيجي. وبتكنس الزيادات، ما ينفعش تسيب زياده، لان الزياده لو طلعت على صدر الفرخ بتبوظه. ما ينفعش بعد كده لما يكون انا عندي فراخ موجوده في المكان احط جير وارجع احط عليها فرش، لا. صاحبنا ده اهو حاطط جير والفرش والفراخ موجوده، وحط عليها فرشه والفراخ موجوده، ولما الفرشه علقت منه وباظت رش عليها جير على اساس ان هو يعني كده بينشفها. طبعا لا، طبعا الفرشه عنده باظت خالص، والجير طلع على صدر الفرخه بوظ الفراخ. والفراخ زي ما شفتوا كده ايه، الفراخ عندك فرشحت اهي. يبقى دي اول حاجه من عيوب الاستقبال. الفرشه بتاعتي لو مش تمام بيحصل ايه؟ فراخ بتتكتم، صدرها بيبوظ، بيجيلها برد وبتفرشح، او بيحصل لها اللي اسمه كساح. كساح او فرشح، هتلاقي الفرخ رجليه اتفسخت، العصب مات، باظ على كده خلاص. تمام. او فرخ تاني زي ما انتوا شايفين، بص عامل ازاي، الريشه بتاعته طولت والفرخ نفسه ما بيكبرش لان مفروش تبن. عشان كده اتكلمت على مشكلة التربية على تبن، لأن التبن مش مظبوط معانا، والتبن بيسخن درجة حرارة زي ما قلنا قبل كده 3 4 درجات. أنا لو ما عنديش إلا تبن ما عنديش مشكلة، بس اعرف إن درجة الحرارة عندك أعلى من الطبيعي، فهتهوي أكتر وهتهوي بدري. لو ما عملتش كده الفراخ زي ما أنت شايف، الفرخ مش قادر يتحرك من مكانه. صدره باظ، ريشته بتطول وهو زي ما هو ما بيكبرش. بص الحالة دي، الحالة دي بقى بص الفرخ عامل ازاي، ده العصب بتاعه باظ. العصب بتاعه ايه؟ باظ. ده بسبب السقع، لان صاحب الفراخ فرش كراتين، طبعا ما فيش حاجة تحتها، ما فيش نشارة ولا في تبن حتى، ما فيش حاجة تدفي ولا تشرب رطوبة ولا الكلام ده. فرخ سقعان زي ما انت شايف كده.
فبيحصل له حاجة اسمها خلل عصبي. خلل عصبي تلاقي الفرخ رقبته بتلف. دي بتبقى حالات فردية مش في كل الفراخ. لو في كل الفراخ دي تبقى مشكلة تانية بقى من المعمل. لكن الحالات الفردية اللي زي كده تلاقي خلل عصبي. وهوريكم برضو فيديو تاني للفرخ زي كده. دي بسبب الاستقبال الغلط، ان الفراخ بتبرد مني وهي لسه صغيرة، بتسقع مني، فالعصب بتاعه بيبوظ. تمام. فيديو تاني برضو للفرش اهو. بص الفرخ واقف عامل ازاي، الفرخ متكتف مش قادر يتحرك، الفراخ سقعانة. الفرشة لما تبقى مرطبة مش نظيفة بتطلع ريحة على الفراخ، بتسرد الفرخ، تخلي الفرخ تلاقي ريشته بتطول لكن هو ما بيكبرش. بيحصل حاجة اسمها فرشحة أو كساح. في نفس الوقت الفراخ بيجيلها برد وتلاقيها لمت على بعض سقعانة. كل ده بسبب عيوب الفرش. لازم الفرشة تكون ناشفة ومورقة وبتتقلب كل يوم زي ما وريتكم قبل كده. تمام. يبقى ايه، نعرف عيوب الفرشة. عيوب الفرشة بتسبب الفرخ مشاكل كتيرة، بتسبب الكساح، بتسبب الفرشعة، بتسبب الفرخ ما يكبرش وتسرد معايا. فلازم اهتم بالفرش. ندخل بقى على العيوب التانية اللي بتحصل معانا. ايه هي؟ الإضاءة. شايف الفيديو اللي قدامك ده؟ الإضاءة هنا ضعيفة جدا، اللمبة قريبة من الفراخ أوي زيادة عن اللزوم، والإضاءة ضعيفة جدا. احنا قلنا قبل كده برضو، انت عشان تدفي انا محتاج لمبة حمراء فوق الفراخ على طول، وخصوصا بالليل في الأيام اللي احنا فيها دي، لكن بالنهار الجو دافي. طيب انا نزلت اللمبة الحمراء فوق الفراخ عشان تدفيهم. طب اللمبة دلوقتي مش منورة قوي، ده منورة يا دوب حيز بسيط للفراخ. تمام. طب عشان اعمل اضاءة عالية لازم يكون في لمبة تانية على ارتفاع متر ونص، مترين، لمبة بيضاء. اللمبة دي ايه؟ بتعمل لي اضاءة عالية. يبقى كده المكان هيبقى فيه لمبتين، لمبة بيضاء ولمبة حمراء. الحمراء بنورها وقت ما اكون محتاج دفى بس، مش محتاج دفع خلاص ما بنورهاش، اللي هي اللي تحت دي. لكن اللمبة البيضة منورة على طول طول الليل، تكون إضاءتها عالية عشان تحرك الفرخ معايا. الفرخ ما يبقاش شايف أصلا أماكن الماء وأماكن العلف. أنت لما بتحرك له بتدي له لمبة عالية إضاءتها عالية في أول 10 أيام، بتنبهه لأماكن الماء وأماكن العلف، بتحرك معاك، بياكل بيشرب، فبظبط معاك إن شاء الله. إيه بقى المشاكل التانية اللي بتقابلنا برضو في التربية في أول 10 أيام بالأخص؟ السقعة. لو الفرخ سقع مني، طبعا الكلام ده في الصيف ان شاء الله مش هيبقى موجود، بس برضه نذكره عشان تبقى عارف الدنيا. الفراخ لو سقعت منك هتلاقيها بتلم على بعض، بتلاقيها لما تحت اللمبة تركب فوق بعضها. لو لقيت الفراخ مفرشحة زي الفرخ ده مفرشحة وفي ورم حوالين المفصل، دي من السقعة. لو في ورم حوالين المفصل دي من السقعة، الفراخ بتلم على بعض بتبوظ بعضها. طيب ايه اللي هيحصل لو الفراخ لمت على بعض؟ 100% الفراخ مادام سقعانة ما بتقومش تاكل ولا تشرب. فبالطبيعي متوسط الأوزان اللي احنا قلنا عليه على 10 أيام مش هيجي، استحالة. طيب في ايه كمان؟ الفراخ بتموت بعضها. انت ممكن تدخل تلاقي نفسك بتطلع 4 5 فرخات كل يوم ميتين. بسبب ايه؟ ان الفراخ بتركب على بعض فبتموت اللي تحت. الفرخ انبوب التنفس اللي بتنفس منه رفيع جدا، ارفع من الشاليمو بتاعة العصاير. فطبيعي لما بيركب فوق بعضه بيتخنق ويموت. يبقى السقعة دي مشكلة كبيرة جدا، لازم تكون جايب درجة الحرارة 32 33 في الاستقبال. ما جبتهاش تلاقي الفراخ بتلم على بعض، ولا بتاكل ولا بتشرب. الفراخ مش هتكبر، دي حاجة. الحاجة التانية هتموت بعض، هيركبوا فوق بعض لحد ما اللي تحت يموت. تمام. دي مشكلة برضو من مشاكل السقع. الحاجة التانية زي ما انتوا شفتوا الفرخة اهو، خلل عصبي زي ما قلنا قبل كده الفيديو اهو، خلل عصبي زي ما وريتهولكوا في ايه الصورة اللي فاتت. دي بتبقى حالة فردية برضو، دي بتحصل غالبا من السقعة، 90% بتحصل من السقعة. تمام. بص برضو الفراخ هي نفس الكلام، إضاءة ضعيفة مع إن في لمبتين بس اللمبتين قريبين من الفراخ، إضاءة ضعيفة وكمان سقعة. بص الفراخ دي، يعني الفراخ اللي قدامكوا دي، الصورة دي مشكلة، مشكلة بمعنى الكلمة يعني. الفراخ زي ما انتوا شفتوا الفراخ دي خلاص مش هتكبر، الفراخ دي لازم تتشال تترمي. مهما تعمل فيها مش هتكبر الفراخ دي. لو حصل ان حد فيكم ربى وصلت الفراخ معاه كده اول 5 6 ايام الفراخ شكلها زي ما هي كتكوت، لكن ريشتها طولت بالطريقة دي اطول من جسمها، الفراخ دي تتشال وتترمي. مش هتكبر، هتقعد تأكل فيها 50 يوم 60 يوم وتلاقي الفرخ بالعافية جايب معاك نص كيلو، كيلو الا ربع، كأنك بتربي فراخ بلدي وبياكل كتير. فدي مشكلة يعني، لو بلدي يبقى أرحم. تمام. فده برضو بسبب السقعة. مربى على كراتين مفيش فرشة، فراخ سقعانة لما تحت اللمبة ولا بتاكل ولا بتشرب، وقاعدين ندوسوا على بعض بيموتوا بعض وفي نفس الوقت ما بيكبروش. ده اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام. كده احنا اتكلمنا على مشاكل الاستقبال أول 10 أيام كلها. الدفى الزيادة بيبوظ الفراخ،
بيعرق الفرخ وبيصهد الفرخ ويعمل كساح وفرشحة. الفرشة نفس الكلام، لو مش مظبطة أو لو مش بتتقلب وتطلع على صدر الفرخ تبوظه، تجيب له برد على طول تلاقي الفرخ بيعطس منك، بتعمل كساح وفرشحة وتلاقي الفرخ ما بتكبرش. السقعة نفس الكلام، الفرخ السقعان تلاقيه راكن في جنبه وبيركبوا على بعض بيموتوا بعض في نفس الوقت، ولا بياكلوا ولا بيشربوا برضه ما بيكبروش. تمام، دي المشاكل اللي بتقابلنا كلها في الاستقبال في اول 10 ايام. احنا لو بعدنا عن المشاكل، احنا قلنا ازاي تمشي وازاي تربي، وعلمناكم ازاي تربي بطريقه سليمه، وفي نفس الوقت قلنا المشاكل اللي الناس بتقع فيها عشان تبقى عارف ايه المشكله اللي عندك لو حصل لك حاجه زي كده. تمام. ان شاء الله بقى الفيديو الجاي هنكمل الدوره بتاعتنا باذن الله بعد ال10 ايام. ولو احتجتوا اي حاجه التعليقات مفتوحه وانا تحت امركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.